الفرصة اليوم الأشغال في المجتمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في ملعب طنجة. الحديث عن المركب الرياضي محمد الخامس، أين وصلت الأشغال في الثلاث ملاعب الكبرى في المغرب؟ عملية الأشغال أو إعادة التهيئة تهم 6 ملاعب. هناك بطبيعه الحال الملعب ديال طنجه، وكذلك الملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط، وكذلك الملعب بمدينه فاس، وكذلك الملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ولكن في نفس الوقت الملعب بمدينه مراكش وكذلك بمدينه اكادير. فالاشغال حسب نفس المنهجيه هو انه بطبيعه الحال يتم اعاده تاهيل هذه الملاعب من اجل احتضان، يعني ملي كنتكلموا على الاحتضان ديال التظاهره الافريقيه بطبيعه الحال في احترام تام للمعايير المحدده من طرف الاتحاد الافريقي، ولكن في نفس الوقت كيتم التاهيل ديالها في احترام تام للمعايير اللي كتحددها لا فيفا. فاليوم الاشغال منطلقه في مدينه طنجه، وكذلك في المركب الامير مولاي عبد الله غادي تنطلق في الايام المقبله في المركبات الاربع المتبقيه. التقديم ومناقشه ترشيح المملكه المغربيه من اجل احتضان هذه التظاهره الافريقيه المهمه جدا المتعلقه بكره القدم. وبطبيعه الحال نحن على استعداد تام، ومجهودات اللي كيتم القيام بها بطبيعه الحال تنزيلا للتعليمات الملكيه الساميه، وكذلك لاحتضان جلالته لجميع المبادرات التي تهدف الى الارتقاء بالرياضه بصفه عامه، ولكن خصوصا بالنسبه لكره القدم. فما يمكن القول هو انه اكيد انه الحمد لله البنى التحتيه اليوم هي في وضعيه متميزه، ولكن نرقى الى الافضل. فلذلك الان يتم الاشتغال من اجل ان تكون هذه المركبات الرياضيه جاهزه لاحتضان هذه التظاهره الافريقيه، ولكن مره اخرى نشتغل من اجل ان تكون جاهزه كذلك لاحتضان البطوله العالميه في 2030 ان شاء الله. بالقسم ننتهز على اساس انه بطبيعه الحال في اطار البرمجه اللي تم القيام بها هو انه هذه الملاعب يعني 6 خاص تكون جاهزه في 31 دجنبر 2024 من اجل بطبيعه الحال استقبال الفرق ديال الاتحاد الافريقي وتحضير الامور على اساس انه هذه التظاهره يتم تنظيمها في جوان ان شاء الله.